السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مجددا في أطباق أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا طبق سفيرية، هذا معروف بزاف في الجزائر. واش نحتاجو فيه؟ أولا نحتاج لهنا حبة بصل، درت معها 2 فصوص تاع الثوم ربيتهم مليح. عندي كمية من الحمص، انا الحمص تاعي لهنا مشمخ فقط. عندي لهنا طرف تاع الدجاج، الاخت حره شحال من طرف تحب. عندي ورقه رند، عندي لهنا الملح، عندي لي زيبيس الاخت الثاني كيما تحب. انا حبيت ندير لها شويه تاع الكركم للون فقط، حبيتها شويه اللون تاعها يكون اصفر. وعندي شويه تاع الفلفل الاسود والملح طبعا، وعندي شويه تاع الزنجبيل. ومن جهه اخرى عندي شويه زيت وشويه سمن في القدر، دوك حطيتهم يذوبوا. دوك نحط البصل تذوب فيهم. وجهه اخرى واش عندي بطاطا راني نغلي فيها، نحتاجها. ونحتاج قطع تاع الفرomاج الابيض عادي، الاخت دير دي بورسيون ثاني نورمال، انا عندي دي بورسيون راح نديرو. وعندي شويه شابلور ومعدنوس، هذو للكوريات تاعنا تاع السفاريه ليسونسيال. دوك واش راح نديرو؟ نبداو اول حاجه نديو البصل نحطوها تتقلب هي والدجاج، ونحط معاها ورقه تاع الرند. انا لهنا مانيش حابه نحط المعدنوس، على بالي يطلق لي لون للصوص وانا مانيش حباته. نحطه فقط هو في الاخير، نحطه على الوجه هذا مكان. ونحب تضيف المعدنوس درك هي حره. لهنا نستناو السمن يذوب ومن بعد نحطو البصل. لهنا راني حطيت البصل والدجاج، حطيت ورقه تاع الرند. دوك نخليها حتى تذبل لي هذيك البصله شويه، ومن بعد نرمي عليها الحميصه ولي زيبيس اللي هدرنا عليهم. هنا نحتاجو البصل، هنا لازم لنا يتقلى مليح، يعني يرجع ما يبانش خلاص هكذا. نسكر عليه ونخليه حتى يتقلى لي شويه، يعني يذبل لي شويه، ومن بعد نرمي عليه الحميصه ولي زيبيس. لهنا هاي لك انا حطيت لي زيبيس. عندي كما هضرنا هنايا فلفل اسود، عندي شويه تاع الكركم، انا ما كثرتش، مانيش حابه يجي اصفر بزاف. اللي تحب يعني وذوقوا ثاني، انا ما نحبوش بزاف، اللي تحبوا تكثر. عندي لهنا زنجبيل وعندي الملح ما تكثروش في صوص بلونج. وعندي لهنا الحميصه راني حطيتها، دوك نقلب نحركهم، ومن بعد كنزيد نخليهم يتقلاو. نار هادئه دائما تقليه، ديروا نار هادئه وخليوها تتقلى مليح الماكله تاعكم حتى ديك البصله تعود يعني تذبل. كما درت لكم الزيت هذاك يخرج ينفصل على الخضره، ثم تمرقوا تاعكم القدره. دوك نخليه يتقلى مليح ونمرقها ان شاء الله. لهنا هاي لك الطبق تاعنا هاولك تقلى، نشوفوا الزيت فيه السمن هذاك خرج ليه الحواشي. دوك نمرقوه. لهنا هاي لك راني حطيت الكميه اللي باه طيب لي بها الحميصه. دوك نغلق عليها ونقص النار ونخليها تغلي حتى ديك الحميصه طيب لي والدجاج يطيب لي مليح. نروحوا نشوفوا البطاطا تاعنا بعد ما نمعزها ونشكلوا الكوريات تاع السفاري. هنايا انا عندي كميه تاع البطاطا، ضيفت لها شويه تاع المعدنوس، فلفل اسود، الملح. وهنايا انا عندي قطع تاع الجبن. دوك نخلط المكونات. اول شيء نملح، انا ما كنتش ملحت قبل البطاطا كما كانت تستغلي، يعني كميزه تاع الملح في الاسود. هكذا نخلط شويه المكونات هذه ندخلها في بعضها، ونولي نشكل كوريات ونحشيهم بالجبن، ونرمدهم في شابلور ونقليهم عادي. اللي دخلت المكونات دوك نشكل كوريات ونحشيهم بالجبن. لهنا هاي لك راني شكرت كرات نشكلهم بالطريقه هذه. عاوني شويه يدك بالماء الا لقيتي البطاطا شويه تعبتك، نحطو نحشيو عادي، ونعاود نرجعها على شكل كره هكذا. نزيد كمل الحبات كامل بنفس الطريقه. هكذا. لهنا الاخت تستعمل الجبن اللي تحب، يعني ماشي شرط تستعمل الجبن الابيض، يعني
هي واش تحب. انا نواصل نكمل الحبات كامل، نرمدهم في الشابلور ونقليهم عادي. ندير حسابي على لاصوص وقتها توجد لي باه يقعدوا لنا سخونين. هكذا انا نكمل كل الكميه اللي عندي ان شاء الله، نشوفوهم من بعد. هاملك الكريات تاعنا تاع البطاطا، انا بعد ما رمدتهم في لا شابلور دخلوهم للثلاجه يربوزيو واحد ربع ساعه ولا يتماسكوا مليح، ومن بعد نقليهم. انا راك نروح مباشره نقليهم. انا هاملك الكريات تاعي راني نقلي فيهم، دوك نحاول يعني نحمرهم على كل الجهات ان شاء الله، ونشوفوهم في طبق التقديم. اذا طبق السفيريه تاعنا هاولك. بعد ما قليت انا كريات، انا قليتهم غير في لاشابلور. يعني علاه نقلاهم غير في لاشابلور؟ نحبهم يجيو خفاف هكذاك، يعني توسيه بالملعقه ليه تفتح لك. ولكن اذا درت له البيض والفرينه يجي شويه ثقيل. يعني هنا الاخت كيما تحب. انا يعني اذا شايفه روحها باللي ما تقدرش تقليهم غير في الشابلور، عادي جدا ترمدهم في لافارين وزيد دير لهم البيض ولا فارين ودير لهم الشابلور، هي حره. انا حبيت هكذا برك باش يجيوني خفاف. وزيد قليت ثاني طرف تاع الدجاج، رميتهم شابلور ثاني وقليتهم هكذا. والصوص انا نحبها هكذا تجيني مام في اللون، نحبها هكذا الاصفر هذا. على هذه ضفت لها شويه كركم. اللي تحبها بلانش ديرها عادي، ما ديرلهاش الكركم، هي حره. يجيكم طبق بنين هايل يعني في رمضان، في مثلا دوزيام بلا نديروه مع شوربه فريك في رمضان، يعني يخرج لكم هايل. نتمنى يا ربي يكون عجبكم. عجبتكم وصفتي اليوم. اذا عجبكم الطبق ديروا لي جيم في الفيديو، بارطاجيوه مع اصدقائكم، شاركوا في قناتي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.